في الاول خالص كنت بعتبر ان لو انا جيت اتوضى وفسيت انت ايه يا ماما؟ ربنا يعني بيقول لي ان وضوئك خاطئ، كنت بعتبرها علامه يعني ان واحد. ايه العلامة اللي في كده؟ يعني ايه الاشارة اللي في كده؟ يعني مش فاهم. يعني بجد مش يعني يلا يلا يلا، البني ادم مش ناقص. يلا. وانا بقول الله اكبر الاقي واحده جايه في الطريق، يعني بدات اشك ان انا عندي مشكله. هو مش طبيعي كل ما بمشي يعني بديها. هو انت بتحكي ليه؟ يعني ايه الديتيلز دي؟ يعني ايه التفاصيل القائمة؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ طب بتحكي لنا الكلام ده ليه؟ يعني انت ليه محسنة؟ يعني اقسم بالله، يعني انا ما احكيهاش لابويا، يعني انا ما احكيش الكلام ده لامي، مش هحكيه في السوق. يعني ايه يا جدعان ده؟ يعني يعني ده انت يا نهار اسود. يا نهار اسود. بس براحتك، اكونتك. بديها محتاجه ابطل اديها. انا عندي مشكله في بطني، ما ينفعش اتجوز وانا بديها، الا بقى ان انا اقول له ان انا عندي مشكله نفسيه. كل ما امشي خطوتين في البيت بديها. دي ممكن تبقى حجتي بقى مع ربنا، مش هعرف اصلي ما انا بديها كل 5 دقايق. يعني بسبب القهوه بطلت ادي قهوه. مال القهوة وبمال الحاجات. بطلت ادي قهوه، بقيت رباني بقى. مثلا دي مبخره طبيعيه بقى ولا ايه؟ محتاجه حل. تروح الدكتور مسالك بولية ويخلص لك الحوار ده، تمام، وما تقرفوناش بقى.